السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قلنا نحترم نفسنا ونلم نفسنا وبلاش غلط وبلاش وبلاش وبلاش، انما دي ناس مع الراس. طب هنعمل ايه؟ هنفضل ساكتين لغاية امتى؟ ونسكت ليه؟ هو حد كسر عينينا في حاجة؟ يعني انا نفسي افهم، هو حد كسر عيني انا مثلا؟ بلاش عينينا، انا اعرفش، خليني في انا. وانا حد كسر عيني؟ محدش كسر عيني. خول، يعني اقول ايه؟ كان كل همه انه ياخد صورة. طبعا في محترمين علقوا على هذا الامر بس بكلام منمق. انا لا انا محترم ولا بتكلم منمق ولا فارقنا حد ولا فارقنا حاجة ولا اي مخلوق إن كان كائنا من كان فارقني في حاجة. انا عايز افهم حاجة. الحكم ده مش هو اللي بات بيضة عشان السيدة حرمه، مع كل احترامنا طبعا، تتصور مع العريان امام عاشور والمنبطحة لجنة التحكيم والمنبطحة او المنبطحين اتحاد الكرة في ذاك الوقت؟ ما عملوش اي حاجة، عادي خالص. ليه؟ ما هو امام والاهلي. طب في ايه يعني؟ في تعريض تاني اكتر من كده؟ انما كانت خلاها مثلا من غير ما يبقى عريان، شيكابالا مثلا او زيزو، يعني ولادنا المحترمين او اي مثلا، بتصوروا عادي بالتيشيرت والشورت. كانوا قالوا ياما في الخمر على نور ومراته، لا اسمه ايه اللي امر ده ولا اسمه نال على عينه وعين اللي جابه. ما هو انتوا كده، انتوا شعب، بقيتوا شعب قميء الا من رحم ربي، عشان ما يبقاش حرام علينا. ايه في انا نفسي افهم انتوا عدلتكوا ايه؟ يعني انتوا ملكتكوا ايه يا جدعان؟ انا متغرب بقالي اكتر من 35 سنة، شفت جنسيات واشكال اقسم بايمانات الله ما على الخريطة. I mean it. I'm dead serious. اقسم بالله ما على الخريطة. انما زي هذا الشعب، واحد يقول لي انت يا عم ما بطل رغي كتير وبطل قرف، خليك في القرف اللي انت فيه وسيبنا في حالنا. انا بتكلم كورة، انتوا عاجبكم المنيكة اللي بتحصل دي؟ يعني احنا في السم كل ماتش هتبقى بنفس الطريقة دي. احترم نفسك، احترم لسانك، عيب على شعرك، عيب على نضارتك، عيب على اسنانك، خرب بيت ام البهايم. احنا يا جدعان هنفضل لغايه امتى يعني نتساقط؟ احنا نفسنا ناخد بطوله علشان نصلح الحال المالي. الوضع المالي بتاعنا سيء للغايه. عايزين نلعب ناخد بطولات عشان ناخد فلوس. واحد يقول لك انت في حياتك كلها ما خدتش ما هو صح، وانت هتسيب ناخد اكتر من 12 بطوله؟ يعني انت مقتنع ان انا لو عملت اللي وبعدين ده يا جماعه بصوا، من الموضوع ده قديم قوي، الناس مفكره ان هو بس في عصر محمود الخطيب. على فكره قبل ما انسى، انا اسف طبعا، وامبارح كان المفروض اقول الكلام ده بس يعني انا نسيت. كل التمنيات من قلبي، اقسم بالله، اقسم بالله العلي العظيم، من قلبي بشفاء محمود الخطيب ايا كان. دعونا نتفق، يعني احنا لنا معاه موقف رياضي كأهلاوي وزملكاوي، انما على المستوى الانساني كل الدعاء، كل الدعاء ليه ولكل مرضى المسلمين بالشفاء الذي لا يغادر سقما. ف يعني احنا نسينا ان احنا ندعي له عشان الناس ما تفكرش ان احنا لا، احنا او انا عن نفسي انا ما، الحمد لله احنا اكبر من هذا. يعني احنا بنتكلم كوره نحط على بعض، نتكلم على بعض. سيبكم انت، فيكم ناس يعني عايزين اصلا يتعلقوا في المروحه طول الليل يفضلوا يلفوا كده. بامانه جمهور غريب الشكل. انما انا عن نفسي الا من رحم ربي برضو منكم، انا عن نفسي كل الدعاء لكابتن محمود الخطيب في يعني فيما هو فيه الان،
وربنا يا رب يعدها له على خير، ويعني بالدارجة وبالبسيط يطلع بأقل ضرر من هذا الموضوع. نرجع تاني للكورة. هذا القمر انا مش شايف قمر في ايه، ولا قمر ولا متنقل على عينه، ده ملوش ملامح اصلا. هذا القمر 2 بينالتي يا مسلمين، 2 بينالتي في الشوط الاول. الله يخرب بيت دي كوره على اللي عايز يشجعها. ما انت تروح تلعب مع الاسماعيلي تكسب 4 وتجيبني انا اتعادل، والماتش اللي قبليه مش عارف ايه. طب وبعدين في المنظومه ده يا جدعان؟ ما احنا نرجع تاني للكلام ده ونقول للبيب يا لبيب. بس ما هو انا يا جماعه انا مش راجل صاحب قرار، اقسم بايمانات الله العلي العظيم وكل الناس اللي تعرفني، انا لو راجل صاحب قرار لا رايح الفيفا اللي جايب ملف. مش هو بقى اللي اداره الاهلي اللي عايزه تروح الفيفا عشان الاداء التحكيمي. طب يا اداره ايه رايكم في الاداء التحكيمي بتاع عيسى قمر ده النهارده؟ وفي الماتش سيبكم من الماتشين اللي فاتوا، من اول الدوري الجمال اللي عملوها لكم والمصايب اللي عملوها معانا، ايه رايكم؟ بس انا راجل مش صاحب قرار. عموما يعني انا ما بحبش اتكلم فنيات anyway. انما يعني لو هنتكلم كذا، انا بس عايز اقول لكل الاعلام الزملكاوي طالع كاننا عملنا مصيبه، عملنا جريمه. بالراحه يا جدعان، يا جدعان بالراحه يا ناس، يا ايها الاعلاميون ولا مين، كان شادي ولا صبحي ولا مين، كل الناس طلعين حط السنين على الزمالك وسنين واللي جاب ايه في ايه. انا شايف ان الزمالك احسن حالا جدا من الماتشين اللي فاتوا او ال3 اللي فاتوا جدا. ما انت بتلاعب فريق عافي، فريق رخم بجد. ده انت راح منك فرص يا راجل. ده زيزو لوحده، ومش عايز اقول زيزو لوحده عشان ما تفكرش الناس ان انا بحط على زيزو. يا جماعه سيبوا زيزو في حاله، بالراحه على زيزو نرجوكم، بالراحه على زيزو، بالراحه عليه. الراجل يعني انا حاسس لما بيمسك الكوره الكل يقف عامل له ورينا يا ابو 100 مليون، تعمل ايه يا فلوطه؟ ورينا. طب النبي ده كلام؟ وعايز كل كوره يلمسها. هو ده ينفع؟ هو ده ينفع؟ يعني انتوا يا جماعه بتزقوا الراجل، بتقولوا له انت خلاص ما عادش لك اكل عيش معانا، روح ان شاء الله. انا سبق وقلت يا عم روح النادي الاهلي ولا روح في اي حته هو عايزها، حقه. هو الراجل انت ما عرفتش تخلص معاه، ايه اللي هيضيره انه يروح النادي الاهلي ويعيش وياخد فلوس ويتبسط ويبقى زي الفل؟ هو الراجل لغايه دلوقتي لسه شريك. انما للاسف الجمهور يا جماعه مش ساكت، الجمهور مش ساكت. احنا بنلومه يعني النهارده هو مضيع اجوان، اوكي، انما احنا ابتدينا نضيع فرص، فان شاء الله بكره هنجيب. احنا ما كنا لا بنضيع ولا بشكل ولا منظر ولا نيله. انت مضيع النهارده مع هذا الفريق العافي القوي، انت مضيع اجوان السنين في الشوط الثاني، اجوان السنين، شقلة اجوان انت مضيعها. كانش الكلام ده بيحصل معاك، فكويس بشكل الفريق. انا يعني ما هو بصوا الناس دائما وابدا، ما ده برضه اللي احنا اتعلمناه في امريكا، خدوا بالكم، او في الغرب عامه. احنا يعني ما بناخدش على صدرنا، احنا يعني ايه، مش بنتسامح، بس يعني بنوزن الامور شويه. يعني انت اتعادلت بس كان شكلك مش وحش، انت كان شكلك مش وحش مع فريق زي ده. بالعكس، ده انت لعبت وضيعت جوان يعني بهدلته. هو لاعب لانه فريق عافي، لاعب معاك، بس انت ضيعت جوان السنين. يعني انا عايز اذكر زيزو، مش عشان يعني احط عليه، لا، ده زيزو لوحده مضيع اكتر من 4 جوان.
4 تجوان. زيزو لو الظروف دي جات له تاني اقسم بالله العلي العظيم وهو ده مسكين واحد اخواتنا البعدة منيمينه في الارض عاملين عليه سيرك يخرب بيك كده، ومفيش لمه بقى ولا نيله وناس وفيديوهات وبتاع خالص، عشان بس اوريكم الفرق. ده لو عندنا اقسم بالله الجمهوريه كلها تكون عنده في مكانه وبتصوره علشان تنزل على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك والكلام ده. مفيش الكلام ده خالص، ما قاعدينه في الارض، العربيات حواليه، البوليس حواليه، ولا مخلوق اتخلق حواليه، ولا مخلوق في دماغه، ولا مخلوق واخد على صدره. الدنيا ماشيه زي الفل، كله مروح وكله في حاله وكله في حياته زي الفل. نرجع تاني. هل هذا ذنب بيسيرو واللعيبه ان حكامك ما بتحكملكش؟ يا جماعه ما هو انت لو كانت الحكام عادله معاك وبتحكم بالعدل يا قضاة الملاعب، يعني الا من رحم ربي، هؤلاء وكانوا سابوك كسبت كام ماتش، كان ده بقى حالك؟ ما هو انتوا يا جماعه افتكروا حاجه، ان الفوز بيدار على السلبيات، والهزيمه او التعادل او فقدان النقاط بيداري على الايجابيات. انت النهارده عندك ايجابيات، انت النهارده لعبت بس للاسف كان الكل مفكر ان انت بتلاعب مش عارف مين ولا مين وهتكسب. انت بتلاعب بتروجيت، فريق قوي وكل نتائجه مع الفرق اللي لعبها حتى الكبار واضح ان هو فريق عافي وفريق جريء. فانت لعبت، الحكم ما حسبلكش 2 بينالتي كالعاده في كل ماتش. طيب ايه اللعيبه وايه الذنب وايه الذبح اللي على الميديا الزملكاويه ده؟ وانت كده هتبني يعني انت مفكر ان انت كده هتبني، ان انت كده هترجع زيزو وهترجع الناس وهترجع اللعيبه؟ هو انتوا بس كل اللي يهمكم فيوز ومشاهدات؟ مش كده يا جدعان. خليكوا زملكاويه بحق انتقد، بس ما تموتش، ما تقطع، عور يا اخي، ما تموتش، غز بس ما تموتش، يخرب بيك كده. كل الدنيا وضاع الدوري والبهدله وبتاع اتكلم على التحكيم اللي مضيعك ومخلي نقطك تروح ومخليك في المستوى ده وبتاع. طب ما هو لو ال2 بينالتي دول كانوا اتحسبوا لك، ما انت كنت هتكسب الماتش، ما كانش ده بقى الوضع. امر الدوله اللي كان كل همه يجيب مش عارف على دماغنا طبعا وتتصور مع هذا العريان امام عاشور، ده بس كل اللي همه. وعندك لجنه حكام منبطحه واتحاد فائت منبطح علشان ما يحاسبوش ويرجعوا يحكم طب انت عايزه بأنه وش يعني هيحكم هيحسب لك 2 بينالتي مثلا؟ يقول لك يا عم ده خبطه في دماغه بعد كده جت في ايده. يا سيدي ماشي دي مش بينالتي. طب وبتاع اسمه الجزيري يقول لك طب ما هم لهم برضه بينالتي. انتوا اقسم بايمانات الله الكذب والرياء اللي انتوا فيه ده ما هتشوفوا طيب ابدا، عمركم ما هتشوفوا طيب. خليكوا في اللي انتوا فيه، افرحوا وانعموا باللي انتوا فيه. الحمد لله رب العالمين انا في حته تانيه خالص. وعارفين برضو لو انا مش هنا انا اتعلمت وهموت على مبادئي وعلى اللي انا فيه. انما اللي بيحصل ده والهراء ده واكل الحق وضياع الحقوق بالشكل ده انا ما شفتش، والله ما شفت. الحمد لله ان الزمالك لسه واقف على رجليه ولسه بينافس. الناس طالعه، الكبار اعلامي الزمالك طالعين عمالين يقطعوا في الزمالك. يا اخي انت بتتكلم كلمه حق في التحكيم اللي عليك ومكسرك في كل ماتش ده ومخلي نقاطك تروح بيسيرو عمل شكل كويس، دي وجهة نظري.
وهتشوفوا اللي جاي. الراجل جاي اول امبارح، لعب النهارده. شوفوا ضيع كام جون، شوفوا الزمالك ضيع كام جون. معناه ان انت تقدر تلعب وتجيب، بس بالراحه. انا لما يجي عندي ابني يغلط، ده اللي احنا اتعلمناه، وطبطب عليه واشد من ازره. شوفوا الفرق بين ان انا اقول له انت والفشل والكسر وانت مفيش وانت. طب ده بالله عليك ده هينتج لك يعني انت متوقع ان ده هينتج ولا يسأل عنه؟ وهي عندك وهيبقى في احباط وهتبقى حياتك سواد السواد. كل التقدير للاعيبه وكل التقدير اللي بيسيروا، وشوفوا اللي جاي. وانا اهو وانت اهو. وطالما فيها امر الدوله وفيها البهوات بتوع اسمه عمر دوت، والله يجحموا البنا ولا يوردوا على جنة هذا الفاجر العاهر. ومعروفة بتاع هتاخد ايه؟ خليه اعرفوا بس ان انت هتقابل ربنا، والفلوس اللي انت بتجيبها دي بتأكلها لعيالك. الفلوس الحرام اللي مالية بطنك ده مش انت لوحدك، عيلتك وبيتك وعيالك. الله يجحمكم. يلا ما في السلام. قرف.